حلقتنا النهارده مش بتكتفي بقرايه الاخبار. اليوم لن نتحدث عن سهم واحد ولا عن شركه واحده، كل يوم نسمع عن شركه تعلن عن مشروع AI. لم يكن احد يتخيل ان الانترنت سيغير التجاره والتعليم والبنوك والاعلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من بورصة وقصة. قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة اسمحوا لي ان احنا نتوقف دقيقة علشان نوجه تحية من القلب لمنتخب مصر. مليون مبروك لرجالة منتخبنا بعد الفوز التاريخي على منتخب استراليا والتأهل لدور ال16 في كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية. إنجاز أسعد كثيرا من المصريين وأثبت أن الإصرار والعزيمة قادرة أن هم يصنعوا المستحيل. والنهاردة منتخبنا على موعد جديد مع حامل اللقب منتخب الأرجنتين. كلنا ثقة في لاعبتنا وكلنا أمل أنهم يقدموا مباراة تليق بمنتخب مصر ومصر. بغض النظر عن قوة المنافس من كل فريق بورصة وقصة، بنقول كل التوفيق لمنتخب مصر وربنا يكرم ويوفقكم ويفرح كل المصريين. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. حلقتنا النهاردة مش بتكتفي بقراية الأخبار، بل بتحاول ان هي تفهم القصة اللي بتصنع الأخبار. اليوم لن نتحدث عن سهم واحد ولا عن شركة واحدة، بل عن فكرة قد تغير طريقة استثمارك للأبد. تتخيل كده ان انت رجعت بالزمن لسنة 1999، كل الصحف بتتحدث عن الانترنت، كل المستثمرين مقتنعين ان المستقبل بدأ وكانوا على حق، فالانترنت غير العالم كله. لكن ارتكبوا خطأ واحد، اعتقدوا ان كل شركة لها علاقة بالانترنت ستنجح، وبعد شهور قليلة اختفت آلاف الشركات وتبخرت مليارات الدولارات. اليوم بيتكرر نفس المشهد مع الذكاء الاصطناعي. كل يوم نسمع عن شركة تعلن عن مشروع AI، كل يوم نقرأ عن تقييمات قياسية، لكن هل يعيد التاريخ نفسه؟ وده اللي هنكتشفه مع بعض. هنخرج ب7 دروس استثمارية لا تنسى. يلا نبدأ فقرة كبسولة البورصة سريعا. مؤشر البورصة المصرية طول ما هو فوق 49700 نقطة مفيش قلق. هنطمن أكتر لما نكسر مستوى 53250 نقطة لفوق. نقطة تحول البورصة السعودية 12000 نقطة، وطول ما هو فوق 9500 الرؤية ما زالت إيجابية، ولا زال تشويق شايفه إن هو هيكون الحصان الأسود خلال الربع الاخير من العام. الذهب شايف ان نقطه التحول خلاص بقت ال 4500 دولار للأونصة مع دعم ال 3900 وال 3500 دولار. الفضه شايف بقى نقطه التحول لل 72 دولار والدعم بقى عندنا بين ال 54 وال 45 دولار. البترول خلاص بقى عنده مقاومه عنيفه جدا بين ال 85 دولار وال 80 دولار، والدعم بتاعنا بقى بين ال 67 دولار وال 60 دولار، ومتوقع ان هو ممكن يرتد من المستويات الحاليه تاني ل 80 دولار. مؤشر امريكا داون جونز طول ما هو فوق مستوى ال 50000 نقطه فهو ايجابي مستهدف ال 60000 نقطه. البيتكوين ما دام البيتكوين لسه تحت ال 72000 نقطه يبقى احنا لسه كده سلبي، لسه عندنا ال 50000 ل 45000 نقطه. كده خلصت فقرتنا بتاعت كبسوله البورصه، ونرجع لفقره البرنامج الاساسيه ونبدا مع بعض اول صفحه في القصه مع تحليل البورصة المصرية EGX 30. زي ما ذكرنا في اتجاه صاعد هو EGX 30، ومفيش مشكلة طول ما هو فوق 49700 نقطة. برضو في خط الاتجاه الصاعد اللي احنا راسمينه على التشارت من شهر 9 عام 25 لغاية دلوقتي بيدعم مستويات بين ال 51000 نقطة وال 50000 نقطة، وهنطمن أكتر لما يكسر ال 53200 لفوق. ساعتها احنا هنكمل لل 55000 نقطة ثم 60000 نقطة. زي ما احنا شايفين خط الاتجاه الصاعد بتاعنا باللون الأخضر، وده هيكون وقف خسارتنا لو المؤشر كسر خط الاتجاه الصاعد اللي احنا راسمينه باللون الاخضر. ساعتها هنقول ان خط الاتجاه الصاعد كسر، وهنقلب الاتجاه بتاعنا من اتجاه صاعد لاتجاه هابط على المدى القصير. نخش بعد كده على المؤشر الثاني اللي هو مؤشر EGX 70. اداؤه الاسبوع اللي فات كان افضل بكتير جدا من EGX 30، وكسر المقاومه اللي كنا قايلين عليها عند ال 15830، وكده مستهدفين ال 16500 و 17000 نقطه. نرفع بقى مستوى وقف الخساره او حمايه الارباح من 14000 نرفعه لمستوى ال 15000 نقطة زي ما احنا راسمينه باللون الأخضر عند خط الاتجاه الصاعد بتاعنا باللون الأخضر مع متوسط متحرك 50 يوم. نخش على فقرة اختيار الجمهور اللي احنا خليناها بعد كده ان احنا نتكلم على قطاعات بدل ما نحدد اسهم. اول قطاع هنتكلم عليه هو قطاع الاسكان. زي ما احنا شايفين على التشارت قطاع الاسكان صعد بقوه، وصل لمقاومه 6300، دي الحد العلوي للقناه السعريه اللي احنا هنلاقينا اللي احنا راسمينها باللون الاخضر. فهو شغال بين قناه سعريه صاعده
بين 6300 حدها العلوي وحدها السفلي عند ال 5700. هنيجي نبص على مؤشر القطاع الاسكان، هنلاقي ان هو ماشي فيه قناه سعريه صاعده رسمنا احنا باللون الاخضر، شايفين الحد العلوي بتاعها عند ال 6300 والحد السفلي بتاعها عند ال 5700، وال 5700 كده خلاص بقت دي وقف خسارتنا لو اتكسرت لتحت. هنخش بعد كده على قطاع البنوك، شايفين ان قطاع البنوك فيه اتجاه صاعد على المدى الطويل والمتوسط، بس الفتره الاخيره هنلاقي ان هو ابتدى يمشي في اتجاه عرضي في قناه سعريه بين ال 5200 وال 4760 زي قطاع الاسكان، بس الفرق بينه وبين قطاع الاسكان ان القطاع الاسكان القناه السعريه دي صاعده لكن دي قناه سعريه ماشيه بالعرض. لو كسرنا ال 5200 لاعلى يبقى احنا ساعتها هنستهدف 5700 و 6000 نقطه لفوق، لكن لو كسرنا ال 4700 لتحت يبقى ساعتها هننزل لل 4200 وال 4000 ويبقى هي كده وقف خسارتنا هتبقى ال 4700. هنخش بعد كده على فرصه الاسبوع. النهارده اخترنا سهم الاسبوع هيكون السويدي للكابلات. انا شايف ان سهم السويدي للكابلات بعد ما كسر خط الاتجاه العرضي اللي كان ماشي فيه بالعرض من سنه 2024 شهر 12 لغايه النهارده، بنتكلم في سنتين ونص، عند مستوى ال 84 جنيه وصعد بقوه لغايه ال 94، بعد كده عمل عمليه جني ارباح، عمل اختبار تاني لل 84 وابتدى النهارده شايفينه ان هو بيرد تاني عند مستوى ال 89 جنيه. انا شايف ان السهم ايجابي جدا طول ما هو فوق ال 84. عندنا دعوم على الانترا داي او القصير الاجل 84 و 87، والمقاومه الصغيره عندنا 90 ثم ال 93. انا شايف ان هو ايجابي جدا طول ما هو فوق ال 84، وشايف ان هو لسه مستهدفين مستوى ال 94 جنيه ثم ال 110 جنيه خلال الفترة القادمة. كده خلصت فقرة التحليل الفني. هنخش بقى على القصة بتاعتنا وهي قصة الأسبوع. قصتنا النهاردة هي فقاعة الإنترنت عندما سبق الحلم الواقع. بداية الحلم، احنا النهاردة في سنة 1995 العالم بدأ يكتشف شيء جديد اسمه الإنترنت. لم يكن أحد يتخيل أن الإنترنت سيغير التجارة والتعليم والبنوك والإعلام وحتى طريقة تواصل البشر. بدأ المستثمرون يبحثون عن أي شركة لها علاقة بهذه الثورة الحقيقية أو الثورة الجديدة. لم يكن المهم أن تحقق الشركة أرباح، كان يكفي أن تضيف اسمها حتى إنترنت جنب كلمة الشركة. نلاقي ان السهم حصل فيه قفزة سعرية غير طبيعية. بداية الجنون حصل بين عام 1998 وعام 2000. ارتفعت اسهم شركات التكنولوجيا بصورة غير مسبوقة، اصبحت الشركات تقيم بمليارات الدولارات برغم انها ما بقتش بتحقق اي ارباح، وبعدها ما حققش ارباح خالص، وفي حاجات كانت بتحقق ارباح قليله جدا. بدات عباره جديده تنتشر هذه المره مختلف، وكان الاعتقاد السائد ان قواعد الاستثمار القديمه عمرها ما هتنطبق على قواعد الاستثمار الجديدة. في عام 2000 بدأ المستثمرون يطرحون سؤال بسيط جدا: هي الأرباح فين؟ وبدأ تغير المشاعر، تحولت الثقة لخوف، والخوف لبيع جماعي. انهارت أسهم التكنولوجيا، اختفت آلاف الشركات، خسر الملايين المستثمرين جزء كبير من ثرواتهم. المفاجأة إن الإنترنت لم يفشل، اللي فشل هو الاعتقاد بأن كل شركة مرتبطة بالإنترنت ستنجح. شركات مثل أمازون نجحت لأنها بنت نموذج أعمال قوي، بينما شركات كثيرة اختفت لأنها كانت تعتمد على الحماس فقط. وهنا نعود إلى يومنا هذا، الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية بلا شك، لكن السؤال ليس هل سيغير العالم؟ السؤال الصحيح هو أي شركات ستحول هذه الثورة إلى أرباح حقيقية، وأي شركات ستعيش فقط على حماس المستثمرين. في الجزء القادم هنقارن بالأرقام بين فقاعة الإنترنت وثورة الذكاء الاصطناعي، وهنجيب على سؤال مهم جدا جدا: هل تقييمات الشركات الذكاء الاصطناعي اليوم مبررة أم التاريخ يوشك أن يعيد نفسه؟ هل يعيد التاريخ نفسه بين فقاعة الإنترنت وثورة الذكاء الاصطناعي؟ إذا نظرنا إلى فقاعة إنترنت عام 2000 وثورة الذكاء الاصطناعي اليوم سنجد تشابها ملفت. في الحالتين ظهرت التكنولوجيا غيرت طريقة تفكير العالم، وفي الحالتين اندفع المستثمرين لشراء أي شركة مرتبطة بهذه التكنولوجيا، وفي الحالتين ارتفعت التقييمات بسرعة أكبر من النمو الحقيقي أو نمو الأرباح. لكن السؤال: هل ده وحده يكفي اننا امام فقاعة؟ الفرق الجوهري هنا هتظهر اهم نقطة في الحلقة. شركات الانترنت في نهاية التسعينات كان الكثير منها ما بيحققش اي ارباح، بل ان بعض منها لم يكن يملك نموذج اعمال واضح. لكن النهاردة عدد كبير جدا من شركات الذكاء الاصطناعي بتحقق ارباح وايرادات حقيقية وبتبيع منتجات
وخدمات بتستخدمها كل الشركات حول العالم. اذا التكنولوجيا بقت اكتر نضوجا، لكن دوت ما يمنعش ان بعض الاسهم بتكون اسعارها سبقت الواقع. المستثمر المحترف ما يسألش هل الذكاء الاصطناعي سينجح، لانه غالبا سينجح، لكن السؤال الحقيقي هل سعر السهم يعكس هذا النجاح بالفعل؟ إذا كانت كل التوقعات إيجابية محسوبة داخل السعر، فقد يصبح تحقيق أرباح استثمارية أصعب مهما كانت الشركة ممتازة. في 3 إشارات لازم نخلي بالنا منها. 1، الإيرادات، هل هيستمر بنفس القوة ولا لأ؟ هامش الربح، هل هتتحول الإيرادات إلى أرباح ولا لأ؟ 3 حاجة، هل يدفع المستثمر سعرا منطقيا مقابل هذا النمو؟ اذا تراجع احد هذه العناصر فقد يعيد السوق تقييم الاسهم بسرعه. تخيل كده معايا ان انت عاوز تشتري منزل، اذا كان المنزل دوت بيساوي 10 مليون جنيه، لكن هو دلوقتي بقى معروض ب 100 مليون جنيه، هل المنزل ده يصبح سيئا؟ بالطبع لا. المشكله ليست في المنزل، المشكله بقت في السعر. ده بالظبط اللي بيحصل في البورصه. قد تكون الشركه رائعه، لكن الاستثمار فيها قد يكون سيئا إذا دفعت أكتر من قيمتها. بعد ما فهمنا الفرق بين التكنولوجيا والسعر، يبقى السؤال الأهم دلوقتي، إيه هي الأخطاء السبعة اللي بيقع فيها معظم المستثمرين أثناء الثورات التكنولوجيا، وهل نقدر إن احنا نتجنبها ولا لأ؟ وده اللي احنا هنناقشه في الجزء القادم. تعالى مع بعض يلا نقول الأخطاء السبعة القاتلة التي يقع فيها المستثمر أثناء أي ثورة تكنولوجيا. الخطأ الأول، شراء أي شركة لمجرد إنها في القطاع الساخن. في كل ثورة تكنولوجيا يظهر اعتقادا منه ان جميع الشركات سوف تنجح، وده اللي حصل مع الانترنت ويحصل دلوقتي مع الذكاء الاصطناعي. الحقيقة ان التكنولوجيا تنجح بينما تختفي اغلب الشركات. الخطأ الثاني، الخلط بين الشركات الممتازة والسهم الممتاز. قد تكون الشركة من افضل شركات العالم، لكن اذا دفعت سعرا مبالغا فيه فقد تحقق عائد ضعيف. الاستثمار ما بيعتمدش على جودة الشركة بس، بل بيعتمد على السعر اللي بتشتري بيه. الخطأ الثالث، مطاردة الأخبار. إنما تصلك الأخبار إلى الجميع، قد يكون السوق غالبا خلاص استوعبها. المستثمر المحترف يراقب التوقعات قبل العناوين، يعني ما تشتريش بعد ما السهم طلع وتشتري ويكون الخبر نزل. الخطأ الرابع، الاعتقاد ان الصعود لن يتوقف. لا يوجد اصل يصعد الى الابد، حتى اقوى الشركات تمر بفترات تصحيحية، وده جزء طبيعي جدا من الاسواق. الخطأ الخامس، تجاهل التقييم. اسأل دايما نفسك واسأل دايما وافهم، هل الارباح الحالية والمستقبلية تبرر هذا السعر؟ قد تكون الشركة رائعة لكن تقييمها غير منطقي. الخطأ السادس، محاولة اصطياد القاع. شراء أول هبوط ليست شجاعة، بل يكون مخاطرة كبيرة. الأفضل إن أنت دايما تستنى إشارات تؤكد عودة الاتجاه الصاعد، ما تستناش أول ما يحصل هبوط تقول خلاص لا ده هي كده خلاص واخش اشتري، استنى تدينا شوية مؤشرات اللي أنا هرجع تاني، حتى لو هنشتري بسعر أغلى بس يبقى أنا خدت الاتجاه. دايما اتعود ان انت تبقى ترند از يور فريند، يعني خلي الاتجاه بتاعك هو صديقك. لو اتجاه صاعد يبقى انا ما اقلقش، لو اتجاه هابط يبقى انا لازم ابقى اخلي بالي. الخطأ السابع، الاستثمار بالعاطفة. الخوف والطمع اكبر عدوين للمستثمر. ضع خطة واضحة والتزم بيها، وما تجعلش العناوين اليومية تقود قراراتك. تخيل كده انت دخلت مزاد وكل الموجودين يرفعوا السعر بحماس، هل يعني السعر تستحق هذا السعر؟ مش بالضرورة. في الأسواق بيحصل كده، ازدحام المشترين لا يعني ان الاستثمار اصبح افضل، بل قد يعني ان المخاطرة اصبحت اكبر. دلوقتي احنا عرفنا الاخطاء السبع اللي بيقوم بيها معظم المستثمرين. يبقى السؤال الاخير، اذا لم يكن الحل هو شراء اي سهم مرتبط بالذكاء الاصطناعي، فكيف يبني المستثمر محفظة ذكية تستفيد من الثورة دون ان يقع في الفقاعة؟ ودوت هيكون محور الجزء الاخير من حلقتنا. هل انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ وما الذي يجب أن يفعله المستثمر الآن؟ الإجابة التي ينتظرها الجميع بعد كل اللي رأيناه. يبقى السؤال، هل انفجرت الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة ليست نعم وليست برضو لا. الحقيقة أن التكنولوجيا نفسها ليست فقاعة، فالذكاء الاصطناعي هيغير شكل طريقة عمل الشركات والاقتصاد، لكن بعض الأسهم قد تكون وصلت إلى تقييمات سبقت الواقع، ولذلك قد تتعرض لتصحيحات قوية وعنيفة حتى لو استمرت التكنولوجيا في النجاح. 3 سيناريوهات عندنا للمستقبل. المستقبل الأول، استمرار النمو مع تباطؤ طبيعي في أسعار الأسهم. تصحيح قوي وعنيف يعيد التقييمات إلى مستويات أكثر منطقية. استمرار الشركات القوية في النمو بينما تختفي الشركات التي اعتمدت على الضجة الإعلامية. في كل السيناريوهات يبقى العامل الحاسم هو جودة الشركة وسعر السهم. سؤال
والمشهد بتاعنا القادم. ماذا يفعل المستثمر الذكي؟ لا يطارد كل سهم يحمل كلمة AI، يركز على الشركات ذات الإيرادات والأرباح الحقيقية، ينوع استثماراته ولا يضع كل أمواله في قطاع واحد، يتابع النتائج المالية أكتر من العناوين الإعلامية، يتحلى بالصبر لأن الثروات تبني عبر السنوات وليس عبر الأخبار اليومية. تخيل كده أنت بتزرع شجرة، إذا كنت كل يوم بتحفر حواليها تشوف إنها كبرت ولا لأ، فأنت كده ممكن تموتها، لكن لو اعتنيت بيها ومنحتها الوقت هتلاقيها بتكبر وبتستثمر. الاستثمار الصح يشبه بالظبط زي اللي احنا قلناه. النجاح لا يأتي من متابعة كل عنوان، بل من الاختيار الأصل الصحيح ومنحه الوقت. هنعمل حاجة جديدة اسمها الخلاصة في دقيقة، أو نسميها كده بالعامية، أنا سميتها بزبدة الحلقة. لو أنت نسيت كل اللي فات وحاسس إن اللي فات كلام كبير جدا، هفكرك بالظبط الخلاصة بتاعتنا في 5 نقط صغيرة. إيه هما؟ ليس كل ثورة تكنولوجيا معناها إن كل الشركات هتنجح. الإنترنت نجح، لكن آلاف شركات الإنترنت اختفت، والذكاء الاصطناعي غالبا هيكرر نفس القصة. ثانيا، ما تخلطش بين الشركات الممتازة والأسهم الممتازة. ممكن شركة تبقى كبيرة لكن سعرها مبالغ فيه. ثالثا، السوق دايما بيسبق الأخبار، لكن الخبر يوصل لكل الناس غالبا بيكون السوق سبقك. رابعا، ما تستثمرش في الضجة، استثمر في الأرقام، اسأل عن الإيرادات والأرباح والتقييمات مش عن الترند. خامسا وأخيرا، الاستثمار مش سباق سرعة، الاستثمار سباق صبر. الثروات الحقيقية بتتبني مع الوقت مش مع كل خبر جديد. في بداية الحلقة سألنا هل انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ والآن نعرف أن السؤال لم يكن دقيقا. السؤال الصحيح، هل أستطيع أن أميز بين شركة عظيمة وسهم مبالغ في سعره؟ هذا هو الفرق بين المستثمر اللي بيطارد الموجات والمستثمر الذي يصنع ثروة بهدوء. تذكروا دائما، ليست كل ثورة تكنولوجيا فرصة لشراء كل الأسهم، وليست كل موجة صعود تستحق أن نجري خلفها. في الأسواق القصة تلفت الانتباه، لكن الأرقام هي التي تبني الثروة. كان معاكم محمد سعد، وكان دوت برنامج بورصة وقصة. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.